جماعه احنا نزلنا دلوقتي رايحين اسكندريه. انا مش عارفه ان دي مقدمه بجد زي الزفت، بس احنا متاخرين قوي. الساعه دلوقتي 6:10، المفروض ان احنا 6:30 نبقى ركبنا الباص. فيلا بينا بقى نروح المترو، نركب المترو. طيب يا جماعه، حصل شيء غير متوقع ان احنا رحنا المترو وجبنا تذاكر وكل حاجه، ووقفنا استنينا 5 دقايق 10 دقايق لان الوقت بيجري، واحنا المفروض قدامنا بالظبط 10 دقايق ويبقى الميعاد بتاع تحرك الباص. فبالتالي زي ما انتم شايفين كده دخلنا المحطه، فضلنا مستنيين شويه وبعد كده اضطرينا ان احنا نطلب اوبر. كنا محتارين جدا نطلب اوبر ولا نفضل مستنيين، بس بصراحه لو استنينا اكتر من كده الباص كان ممكن يمشي، بغض النظر عن ان هو اصلا جه متاخر. هنا اول ما طلعنا من المحطه طبعا صاحبتي كانت بتصور لكم الاحداث اول باول، وطلبنا اوبر. بصراحه يا جماعه الشارع كان هص خالص يعني في المنطقه، لكن مجرد ما وصلنا رمسيس هتلاقوا المنطقه فيها ناس كتير. يا جماعه احنا دلوقتي مستنيين الباص وايه تاني، عمالين يقولنا 10 دقايق 10 دقايق، بس احنا مش هنعكن على نفسنا، لا بس كده. دلوقتي لسه ما اتحركناش، بس عبير بقى. ايه كل ده؟ كل ده كله لوحدك؟ هو حطهم في مناديل كمان؟ ايه يا الام، قلب الام يا شباب. طيب يا جماعه دخلت التويلت، بجد التويلت مش انضف حاجه خالص، بس قشطه يعني. ده الاوتفيت بتاعي. دخلونا الفلوس بقى، بيدخلونا الفلوس يا جدعان. وقفت ياما جنبك وانت مصمم على الندالة. حلو. ما انا لما سلكت معاكوا فجأة لقيت الكل بس انتوا بدل وشوشكم ازاي تبقوني بسهولة، ده انتوا بتعملوا حركات ده. انا جيت، انا واقف تحت البيت، مش هعمل زيت وزيت وهشتفي وتدوري عليا ليه، مش عايزه تحبي مش هحلك ارميكي وارميلك هوايا، انت مش جايه معايا. الحمد لله على سلامتنا. وهنا كنا نزلنا اول حاجه عند اليخت، كنا المفروض هنركب يخت. طبعا كل فرد دفع 40 وانا كنت جايه مع 3 صحابي، فدفعنا احنا الثلاثه 120. هنا بعد ما دخلنا صاحبتي بتقول لي ده الجروب بتاعنا بره، واحنا دخلنا لوحدنا واتسوحنا، بس اللي هو قشطه يعني. طلعنا تاني ورجعنا دخلنا. زي ما انتم شايفين شكل السما كان حلو قوي. وهنا كانت الساعه 11:30. واكتر حاجه وحشه في الموضوع يا جماعه ان كان اليوم ده يوم جمعه، فكانت الدنيا زحمه قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت كان في وقت الصلاه. هنا بقى جينا للحظه الحاسمه. كنت ماسكه ايد صاحبتي عشان كنت خايفه اعدي يا جماعه الخشبه اللي بتدخلنا على اليخت. انا عندي فوبيا بجد من الحاجات دي، بس الحمد لله كانوا بيساعدونا ان احنا نعدي. وزي ما انتم شايفين كده الموضوع كان مخيف قوي بالنسبه لي. هنا اول ما دخلنا بنطلع سلم كده، لو عايزين نطلع نتصور فوق او تحت، في كذا مكان تقدروا تتصوروا فيه. وده شكل السما وشكل الدنيا كده مجرد ما تركبوا، بس مجرد ما بنمشي في البحر بتبقى الدنيا افضل من كده بكتير. بس بغض النظر عن الزحمه الجو كان حلو قوي، واستمتعنا جدا باليوم ده وخدنا صور حلوه قوي. هسيبكم بقى تستمتعوا باليخت.
وزي ما انتم شايفين كده خلصنا بقى من اليخت. خد الموضوع معانا حوالي 40 دقيقة، يعني هو كان اقل من ساعة واكتر من نص ساعة. وزي ما انتم شايفين هنا دخلنا على مكان كده فيه صدف بقى وفيه حاجات كتير قوي، حظاظات واكسسوارز بقى واللبس اللي هو الاسكندراني، وتصورنا صور حلوة قوي هوريها لكم دلوقتي. طبعا كان في حاجات كتير قوي ممكن لو انتوا سياح يعني تقدروا تشتروها، بس احنا كعادي بالنسبة لنا الحاجات دي فما اشتريناش حاجة، بس انا اشتريت حاجة وهوريها لكم على مدار الفيديو. وكنا المفروض ان احنا كده رايحين اتجاه القلعه، وزي ما انتم شايفين اهي باينه من بعيد، بس للاسف الشديد في شويه بنات كده كانوا معانا في الباص فقالوا لنا ان القلعه مش حلوه وانها ممله وبتاع، فاحنا مشينا ورا كلامهم وما دخلناش القلعه، ودي طبعا حاجه غلط جدا وندمنا ان احنا ما دخلناهاش. وهسيبكم برضو دلوقتي تستمتعوا بالمناظر اللي احنا كنا شايفينها. بصوا يا جماعه، احلى ما في الموضوع بصراحه ان في حاجات كتير قوي سعرها رخيص، يعني الحظاظات مثلا ممكن تلاقوها ب5 جنيه، والخواتم وحاجات كتير قوي حلوه. لو عايزه ترسمي حنه، الحنه بتبدا من 10 جنيه. في اللبس الاسكندراني برضو بنفس السعر. بصوا هنا كان في تشكيله حظاظات حلوه قوي قوي، بس لولا ان انا مش بحب الستايل ده من الحظاظات انا كنت جبت لي كتير. بصوا يا جماعه، اشكال كلها مختلفه والاسعار كلها رخيصه، في ميداليات وفي سلاسل وخواتم، في حاجات كتير قوي تقدروا تشتروها، بس انا كعبير مش بتشد الحاجات دي. تعالوا بقى اوريكم. الراجل ده كان بيعمل بجد بالرمل بتاع البحر حاجات حلوه قوي، بيكتب لك الجمله اللي انت عايزاها. وتعالوا يلا بينا اوريكم بيعملها ازاي. والاسعار عنده بتبدا من 15 وفي 20 وفي 35 وفي 50 على حسب حجم الحاجه اللي انت بتعمليها وعلى حسب الشكل اللي انت عايزاه. اكتبي فيها الاسم اللي انت عايزاه، لو عايزه حاجه معينه نعملها لك. مش اللي بتبقى السلسله دي؟ لا، هي في منها ميداليات بس وازايز رمله، انما السلاسل لا. ممكن تتفرجي بعد ما تصوري. نص ساعة. أحمد عايزين نكسب كل الألوان؟ الشكل ده كده حلو، بفكر برضه اعمل لما بغض النظر عن ان انا اتغصبت عشان خاطر البس اللبس الاسكندراني لان انا مجرباه في المعز اكتر من مره، بس الحلو ان هو سعره اصلا 10 جنيه وفي نفس الوقت تقدري تاخدي بيه صور حلوه، وهي اصلا بتلبسولك بالعافيه. يعني انت لو مشيتي هتلاقي نفسك مره واحده حد بيلبسك. هنا عمو كان بيقول لي ازاي اتصور قدام القلعه. تعالوا اسيبكم بقى اوريكم هو كان بيقول ايه. تعرفي تجيبي القلعه وراها، طيب فوق هنا، طيب فوق هنا، وانت تعالي من هنا، وانت تعالي من هنا. هاتي القلعه معاها. Price 75. بجد الاسعار حلوه قوي. الرصاصي دي اللي في الصف التاني ب 150 والرصاصي اللي الاولى ب 170، بجد مش حاجه مقارنه بان شكلها جامد والكواليتي بجد شكلها تحفه قوي يا جماعه. وهنا بعد ما خلصنا بقى لف شويه تقدروا تقعدوا على البحر تجيبوا حاجه تشربوها. في طبعا واحد بيعمل شاي وقهوه وكده، وكان للاسف مش عنده بيبسي واحنا كنا عايزين بيبسي، وكان عنده حاجات كتير تانية. ودلوقتي لو انتوا لسه مكملين الفيديو معانا قولوا لنا احنا رحنا كام مكان، ودلوقتي المكان اللي احنا رايحين ده يبقى المكان، بس ما تغششيش انا بختبرهم. ماشي، المكان الكام؟ احنا رايحين مكان اسمه ايه؟ كوبري ستانلي. لا كوبري ستانلي الاول. وهنا يا جماعه اختي كانت بتختبركم وبتشوفكم انتوا مركزين احنا رحنا كام مكان وهنعمل ايه، وهنا كانت بتقول لي انت شكلك بايظ خالص، وان انا حرفيا كنت بسقط وكنت شبه حمدي الوزير كده ومش مركزه مع العالم. هنا بقى نزلنا يا جماعه عند كوبري ستانلي. يا جماعه احنا المفروض ان احنا نزلنا وقالوا لنا ان احنا كده رايحين عند كوبري ستانلي. احنا عاملين زي البهيم بنبص حوالينا مش لاقيين والله ولا حتى ستانلي من غير الكوبري، مش لاقيين اي حاجه.
وهنا يا جماعه السوبر جيت بتاعنا نزلنا عند كوبري ستانلي، عدينا الشارع انا والشله اللي كانوا معايا. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه حوار ان احنا نعدي الشارع واحنا كتير مع بعض ده كان مريح نفسيا قوي، اللي هو احنا لو هنموت سوا كلنا مع بعض. خدنا شويه صور حلوه، هتلاقوا الصور محطوطه على الانستجرام، كل حاجه هتنزل لكم مجرد ما الفيديو ينزل، فلو عايزين تشوفوا الصور هتلاقوا اللينك في الديسكربشن بوكس. وهنا صاحبتي كانت بتصور وكنا عايزين نخش الشط ده، بس اتقال لنا ان في شط تاني في سيدي بشر، فبالتالي ركبنا المشروع تاني عشان خاطر نروحه. وزي ما انتم شايفين هنا برضو رجعنا نعدي الشارع تاني لغايه ما وصلنا عند سيدي بشر. انا طبعا اهل اسكندريه هيقولوا لي انا بقول معلومات صح ولا غلط، لان انا بجمع المعلومات بالعافيه. وهنا وصلنا عند الشط، دخلنا البوابه بتاعت رقم 5، عمري ما هنساها يا جماعه، كل ما ندخل يقولوا لنا بوابه 5 بوابه 5. دخلنا المكان زي ما انتم شايفين كده. الشط بصراحه كان نضيف، كان زحمه، بس احنا كنا شله كتير وكنا بصراحه عاملين ازعاج. عبير لما حبت تمثل مشهد تمثيلي، ده منظر بس يعني تصويري البط. شط اسكندرية يا شط الهوى. رجليها ماشي. دلوقتي من موقعنا هذا في بحر سيدي بشر، تمام. انا قلت ان احنا نخلع الشراب والشوز عشان احنا تعبانين من الصبح عشان رجلينا وجعتنا، ونسترخي كده في الرمله وبتاع. عبير بقى عملت المشهد التمثيلي في علشان احنا مع بعضين عارفين، عملت مشهد تمثيلي، جريت كده بقى مع واحده صاحبتها ولابسه بنطلون اللي لونه ايه، جراي يا جماعه، جراي. كانت عماله تقول انا مش عايزه ابهدله وانا مش مرمطت مش بصي رجليها شاهد قبل الحذف فضيحة عبير جمال. تعالي هنا يا ولية، مش انتي. انا بدأت الفيديو خدش بالك. يلا يا بيرو، ايه رايك في الميه؟ دي الفاظ. وهنا يا جماعه طلعنا من الشط عشان خاطر ناكل، عشان احنا كنا الصبح واحنا في السوبر جيت وما كناش جعانين بعدها، فقررنا ان احنا نروح ناكل. كان نفسنا في كريب بصراحه، واحنا ما نعرفش اي حد، فسالنا دلونا على جاد. دخلنا جاد يا جماعه وقعدنا نبص كده على المنيو، مفيش حاجه شدتنا، والكريب يا جماعه اسعاره سياحيه بجد. فقررنا ان احنا ننزل وندور على مطاعم تانية. دخلنا مطعم تاني بعده، انتوا ممكن تبقوا عارفين اسمه، اهل اسكندريه يكتبوا لي اسمه، انا مش فاكره اسمه كان ايه، بس برضو اغلب الوجبات بتاعته كانت وجبات كبيره بقى، ورز وكباب ومحشي وحاجات كده ايه اوفر شويه، فاحنا ما كناش حابين الاكل ده وكنا عايزين ناكل حاجات بسيطه. فروحنا دخلنا الشارع ده مش عارفه برضو اسمه ايه، قعدنا ندور على محلات لغايه ما لقينا مطعم سوري، قالوا لنا كملوا لاخر الشارع، تقريبا اسمه خالد بن الوليد. انا كل معلوماتي عن اسكندريه يا جماعه ان هي فيها بحر يعني، فاعذروني لو قلت لكم اسم الشارع غلط. وهنا سالنا واحده وقلنا لها احنا عايزين مطاعم حلوه، قالت لنا على مطعم قدام. رحنا جبنا يا جماعه من المطعم السوري ده، بجد كان طعمه وحش قوي قوي قوي، طعم البطاطس وحش. احلى ما في الموضوع عبير على شط البريك اللي احنا خدناه كان التويلت بتاعه انضف بكتير. المهم خلصنا من هنا وركبنا السوبر جيت. بصراحه يا جماعه كانوا قايلين لنا ان السوبر جيت هيتجمع 6:30، احنا اتحركنا 8 وشويه، فالموضوع ده كان مش حلو خالص عشان احنا كنا بنات وعايزين نرجع بدري. وصلنا الساعه 12:30 القاهره، كان المفروض ان احنا نوصل الساعه 10، بس يلا مش مشكله، مهم ان الرحله تمت بنجاح.